السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة أول قبل ما ابتدي أشكر كل الناس اللي بتشترك جديد. شكرا لكل المشتركين الجداد. شكرا لكل الكومنتات اللطيفة. شكرا لكل لايك. شكرا لكل اشتراك. اتمنى منكم ان كنتوا تعملوا لي شير للفيديوهات، لو حبيتوا كلامي ولو حبيتوني تعملوا شير علشان خاطر القناة تبقى كبيرة ونتعرف، ونبقى عيلة كبيرة قوي اسمها عيلة فضفض. النهاردة حابة اتكلم عن ان احنا عايشين في وسط مجتمع، سواء مجتمع كبير او مجتمع صغير. مجتمع كبير اللي هو الوطن، المجتمع الصغير اللي هو الأسرة. فاحنا عايشين في مجتمع أو عايشين في أسرة، فاحنا عايشين في جماعة. فما ينفعش في وسط الجماعة دي، لأن الجماعة دي تهمني، سواء الأسرة تهمني أو الوطن بشكل أكبر، الأسرة الكبيرة برضو تهمني. فما ينفعش أعيش فيها كأني عايشة لوحدي. في حاجة اسمها عطاء، في حاجة اسمها إيثار، في حاجة اسمها يعني ان انا اضحي تضحية، اضحي للناس اللي تستحق ان انا اضحي. الناس القريبين مني، الناس اللي بحبهم، الناس اللي يهموني، سواء كانوا ولادي او اخواتي او صحابي او جيراني. اي حد يستحق تضحية لازم ان انا اضحي. اي حد يستحق العطاء لازم انا ادي. ما حسش ابدا وما حسست اللي حواليا ان انا انانية، ان انا عايشة في الدنيا لوحدي، ان انا طلباتي انا وبس، طلباتي نمرة واحد، والباقي جه ما جاش مش مهم. بلاش نرجسية، بلاش انانية. اسوأ صفة في الدنيا ان الانسان يبقى عايش لوحده في وسط مجتمع كبير، سواء قلنا مجتمع كبير الوطن او المجتمع الصغير فهو الاسرة. بمجرد تواجدنا في أسرة أو في مجتمع صغير أو كبير، فإحنا ملزمين بالعطاء، ملزمين إن إحنا نحس ببعض، ملزمين إن إحنا نقدر بعض، نخاف على بعض، نحب بعض. يعني ما أقولش مثلا أنا وبس، نفسي وبس. إحنا دلوقتي في ظروف، كلنا ظروفنا يعني ربنا العالم بيها، ومش احنا لوحدنا، الناس كلها. الحمد لله رب العالمين على كل عطاءاته. احنا في شهر، طبعا شهر رجب خلص، واحنا دلوقتي في شهر شعبان، واللي جاي شهر رمضان كل سنة، وكل الأمة الإسلامية بخير، وكل الناس كلها طيبة وبخير. لازم نحس ونشعر، يعني ما اقولش بقى ايه، لا الظروف صعبة وما ينفعش، واللي عندي يكفيني انا بس، وما ينفعش ادي حد تاني حتى لو كان اقرب الناس ليا. في ناس كده حتى لو كان اقرب الناس ليا. افضل نفسي، اكفي نفسي. يعني في ناس عندها مثل، وده مثل يعني حاجة أبشع حاجة في الدنيا، المثل ده اللي هو اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. مين قال الكلام ده؟ يعني مين الشخصية اللي ابتكرت المثل ده؟ يعني ايه اللي يعوز البيت يحرم على الجامع؟ ده شخص عايش في الدنيا لوحده، ده شخص عنده نرجسية قاتلة، شخص حاسس بالأنا عنده بشكل كبير جدا. بلاش، مفيش داعي نقول لا الظروف وحشة، لا مش هقدر ادي حد، لا مش هقدر، مش عارفة اعمل زي ما كنت بعمل السنة اللي فاتت، او لا مفيش كده. الظروف وحشة، الظروف وحشة على الناس كلها. يعني في ناس مستواها المادي كويس جدا، في يوم وليلة بصت لقت نفسها في المستوى المتوسط، بقى مستواها متوسط. الناس اللي مستواها متوسط في يوم وليلة لقت نفسها مفيش دخل اليوم على قد يومه. في ناس أساسا مفيش دخل في اليوم. فاحنا نفكر في الناس، نحس بالناس، نحس ببعض. في كمان حديث عن مش عارفة الحقيقة،
حديث قدسي ولا ايه. المهم ان هي يعني في حاجة بتقول ان هو انفق يا ابن ادم انفق عليك. يعني عمر ما كان الانفاق لوجه الله آه، بيقلل من عندي حاجة، بالعكس بيزود من عندي كل حاجة. يعني ما نقص مال من صدقة. لو انا عندي حاجة، لو انا مثلا محتاجة فلوس اطلع فلوس. يعني معايا يعني يعني ابسط حاجة. يعني يعني انا ما بقولش مبالغ كبيرة، بس حاجة بسيطة. الفلوس دي هتيجي اضعافها، اللي انا طلعته ده هيجي اضعافها. عايزة اي حاجة عايزاها اعمل منها. الاطعام كمان، يعني مش لازم حتى علشان خاطر احنا داخلين على شهر رمضان ان احنا نعمل اطعام بمناسبة شهر رمضان المبارك. لا، انا بتكلم على الاطعام بشكل عام. يعني اكتر حاجة بتخلي الانسان مرتاح ومبسوط وعنده بركة في حياته، وعنده بركة في ماله، وعنده بركة في اولاده، وعنده بركة في عيشته، وبركة في كل حاجة. البركة بتحل لما بيبقى فيه حاجة اسمها الاطعام. الإطعام دي لما نكون بنعملها لوجه الله الكريم، يعني مش لازم. أنا ما بقولش نعمل إطعام نطلع كل يوم لحمة وكل يوم فراخ لا، أنا ما قلتش كده. أنا بقول حاجات من اللي احنا بناكل منها. يعني إن شاء الله حتى يعني رغيف، إن شاء الله نص رغيف، أي حاجة. يعني لو أي حد مثلا ماشي في الشارع لو ادينا له رغيف حتى حاف ما فيهوش أي حاجة، دي كبيرة قوي عند ربنا. لو حد مثلا غلبان مثلا اللي احنا عارفينه، لو اديناله حتى 5 جنيه، دي كبيرة قوي عند ربنا. ال5 جنيه دلوقتي مش هتعمل حاجة، انما ربنا بيبارك. المهم احساسنا ببعض، المهم احساسنا بالناس، المهم احساس ان الناس ان في ناس في ظل الظروف الحالية. يعني اذا كانت الناس اللي هي مستواها المادي كويس متضررة من الغلاء اللي احنا فيه، الناس بقى اللي اصلا كان دخلها بسيط جدا دلوقتي يكاد يكون ما فيش دخل اصلا. فشوية احساس ببعض، يعني الاحساس نعمة من عند ربنا. شوية احساس ببعض، نفرح بعض. مش لازم نستنى شهر رمضان من السنة للسنة عشان نعمل خير. خلونا نعمل خير طول السنة. خلونا نحس ان في ناس فعلا محتاجة العطاء. في ناس في الجو اللي احنا فيه ده، يعني احنا قاعدين في بيوتنا متدفيين، اللي قاعد تحت البطانية، اللي لابس جاكيت، اللي مشغل دفاية. المهم الحمد لله رب العالمين ان هو في بيته دفيان ومبسوط ومرتاح. في ناس قاعدة في الشارع، في ناس عندها بس 4 حيطان ما عندهاش سقف. في ناس ما عندهاش مية في بيوتها. في ناس ما عندهاش قوت يومها. في ناس كتير يعني محتاجة فعلا ان احنا نحس بيها. يعني في ارامل، في ايتام، في رجالة مسؤولين عن اسر ممكن يكونوا عندهم يعني تعبانين، حاجة تمنعهم ان هم يشتغلوا او يجيبوا دخل. عندهم عاهة مثلا، عندهم يعني نحس ببعض. يعني العطاء عمره ما كان بياخد مننا بينقص مننا، ما بينقص مننا حاجة. يعني لو جاكيت مثلا مستغنين عنه نديه لحد مثلا في الشارع، طفل مثلا ماشي في الشارع نديله جاكيت، نديله حذاء لو هو مثلا مش لابس حذاء. يعني الناس مثلا مش لاقية قوت يومها، نديها أي حاجة. يعني لو جبنا أي حاجة، الحاجات البسيطة يعني مجرد بس إحساس بالمشاركة، إحساس بأن محدش ضامن. الدنيا مش مضمونة. يعني الدنيا في ثانية اللي كان الفلوس ما كانش عنده فيها مشكلة، فجأة نام وصحي لقى ان لا، ده في الحاجات غليت ومش ما بقاش ملاحق ان هو يصرف على بيته وعلى ولاده كده. طيب يعني حاجات بسيطة، نطلع حاجات بسيطة لوجه الله الكريم. هنلاقي والله العظيم هنلاقي كل حاجة عندنا زادت. ومش زادت مش هو مش سحر يعني، انما في بركة. يعني انا مثلا يعني عندي 10 جنيه،
اديت حد غلبان 5 جنيه وبقى معايا 5 جنيه. ال5 جنيه اللي معايا في البيت دي مش هنام واصحى الاقيها مثلا بقت 6 جنيه ولا 7 جنيه، لا، بس هيبقى فيها بركة. يعني هلاقي ان الحاجة اللي انا بجيبها فيها بركة وكتيرة، والبركة لما بتدخل في حاجة، بركة ربنا لما بتدخل في حاجة بتزودها بشكل مش طبيعي. احنا بس محتاجين نحس بس شوية ببعض، محتاجين نحس بالناس التعبانة، بالناس الشقيانة، الناس اللي هي ما عندهاش دخل بشكل يومي مثلا او شهري او كده. ف بس يعني هو انا كل اللي بطلبه ان احنا كلنا، مش يعني مش حد لوحده، لان كلنا تحت رحمة ربنا. كلنا، ما حدش ضامن الدنيا معاه هتبقى شكلها ايه. الحال بيتغير من ثانية، من حال لحال. يعني اتمنى ان انا اكون ما طولتش عليكم. بحبكم، واتمنى تشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش، ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وكومنت لطيف كده. اتمنى بجد الشير مهم جدا جدا، علشان خاطر اللي مش عارف القناة يعرفها. متشكرة جدا ليكوا، لكل اللي اشترك وكل اللي لسه ما اشتركش ان شاء الله يشترك. بحبكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.